من آلاف السنين العالم كله كان عبارة عن غابة وصحراء إلا هنا في مصر، لأن أجدادك بصوا للأرض وسموها كيمت. وكيم يعني أسود، وتي علامة التأنيث، يعني الاسم بالكامل معناه الأرض السوداء. وده مش معناه إن لونها أسود أو يقصدوا بيها لون بشرة المصريين، ده وصف اللون طمي النيل اللي كان بيطلع كل سنة وبيبوس بيه الأرض وبيخلق حياة من العدم علشان تطلع زرع. وعكسها كانت ديشرت، لأن المصري القديم كان بيخاف من ديشرت، ودي الأرض الحمراء الصحراوية، وكان بيموت في دباديب كيمت وبيعشقها. حتى علامة كيم في الهيروغليفية هي حتة من جلد تمساح، رمز القوة والخصوبة اللي طالعة من قلب المية. يعني الاسم مش مجرد وصف، ده كان فلسفة حياة. وكيمت كانت الدولة والأرض اللي توحد فيها الشمال والجنوب مع بعض، وكانت أول دولة مركزية في تاريخ البشرية. والحكاية بدأت بهروب كبير في سنة 8000 قبل الميلاد، لأن الصحراء الكبرى جفت والناس بدأت تهاجم ضفاف النيل، بالإضافة لسنين من الصراع بين الشمال والجنوب، لحد ما ظهر نعرمر أو مينا، وده الراجل اللي قرر ينهي الليلة دي ويوحد البلاد. وفي لوحة نارمر هتشوفه هو بيضرب عدوه بدبوس قتال وبيلبس التاجين، التاج الأبيض والأحمر مع بعض، وده دليل على توحيد الشمال والجنوب. وعلشان يثبت ملكه فبنى مدينة منف أو الجدار الأبيض، ومن هنا تأسست مومفيس، واحدة من أقدم العواصم في العالم، وقبل ما أوروبا نفسها تعرف يعني إيه دولة، لأنها كانت أول عاصمة إدارية في تاريخ البشرية. ونعرمر بناها في مكان عبقري بين الدلتا والصعيد، علشان عينه تبقى على الكل سواء على الشمال أو الجنوب.